وزير الشؤون الإسلامية في الجزائر خارج بكل برودة وتيقول الائمة قنعوا الناس بأن الفقر ماشي عيب، والعيب هو ما تحمدش الله على الفقر. السلام عليكم، معكم سعاد نوفا وهذا فيديو جديد على ستارا بليس. المهم، في بلاد الغرائب والعجائب بدل ما يحاربوا الفقر حارب المواطن باش يسكت عليه. بدل ما تلقى حلول للاقتصاد وخلق فرص الشغل وتحسين القدرة الشرائية، لا لا لا، خليه يحمد الله وهو ما لاقي حتى ما ياكل ولا باش يعيش. واش هذه السياسة ولا تخدير جماعي؟ تخدير جماعي مغلف بالدين، حيت ساهل باش تقول لشي واحد ما عندوش اصبر واحمد الله، ولكن صعيب تواجه الواقع وتعترف بالفشل في التسيير. هذا النوع ديال الخطاب كيحاول يقلب المفاهيم، الفقر ولا فضيله والاحتجاج ولا قله ايمان، وهذا الشيء خطير حيت كيستعملوا الدين باش يبرروا العجز وكيحمل المواطن مسؤوليه وضع ماشي هو اللي خلقه. حيت في الدول اللي بغات تقدم المسؤول كيقلب على كيفاش ينقص الفقر، ماشي كيفاش يقنع الناس بليطو يتاقلموا معاه. والاغرب من هذا الشيء كامل هو ان هذه الرسائل كتوصل للشعب وكأنها هي الحل، وهي في الحقيقه غير طريقه باش يبقى الوضع كما هو عليه، لا اصلاح لا تغيير، غير يحمد الله وخلاص. واش بصح المواطن خاصو غير يحمد الله على الفقر، ولا المسؤول خاصو يتحاسب عليه، ولا غير المواطن بوحدو اللي يحمد الله وولاد الكابرانات شابعين فلوسهم مفتحين في اوروبا؟ المهم انا غير قلت. تحياتي.